مادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي، رقم الصفحة 9. هنا السؤال الأول، عندي أعداد صحيحة أخليهم على مستقيم الأعداد. مستقيم الأعداد هو هذا الخط. أبدي أرقم هذا المستقيم. عندي 0 بالنص في وسط المستقيم. الأرقام اللي على يمين الصفر أرقام موجبة، على يسار الصفر سالبة. مثلا رقم 1 هنا، لازم المسافة يكون نفس المسافة. إذا أمشي خطوة خطوة، 1 هنا، 2 3 4 5 6 وهكذا. على اليسار أو -1 -2 -3 نفس المسافة، -5 -6 وسالب7 وإلى آخره. عندي أول عدد هو 3. وين أخلي 3؟ 3 موجب، لأنه موجب إذا ماكو إشارة إذن موجب. الإشارة موجبة، 3 زائد 3 أو موجب 3 هو هذا، إذن هاي 3. ثاني عدد -2. -2 هو هذا -2، إذن هذا المكان -2. ثالث عدد -6. -6 خليته هذا -6 هنا، -6. السؤال الثاني نفس الشيء، أبدي أرقم. هالمرة ممكن أرقم مثلا خطوة، أمشي خطوتين، هذا 2 4 6 كلها موجبة، 8 10. على يسار 0 -2 -4 -6 -8 -10 وهكذا. أول عدد عندي أو أول رقم 4 موجب 4. موجب 4 هو هنا، موجب 4 هو هذا. ثاني شيء عندي 1 موجب 1، لأنه هذا 2، الواحد يكون بين 0 و2، إذن هنا 1، هذا 1. عدد 0 عندي هنا 0 لا موجب ولا سالب، هنا موجود بالنص، إذن هو هذا 0. بعدين عندي -5. -5 يعني بين -4 و -6 بالنص، هنا -5. ممكن أكتب هنا، مو مشكلة. إذن هاي النقطة مكان -5. إذن تقسيم هذا المستقيم إلى أعداد أنا أقسمه بكيفي حسب الأعداد اللي عندي. مثلا لو عندي الأعداد 100، إذن أقسمه كل خطوة ب10، لأنه إذا أقسم 1 1 يجوز ما عندي مكان.
أكتب عدد صحيح لكل مما يأتي. السؤال الثالث: 9 درجات تحت الصفر. بما أنه تحت الصفر إذا يكون -9. وإذا أريد درجة يجوز أخلي هاي علامة درجة. سؤال الخامس: بعمق 20 متر تحت سطح البحر. إذا تحت سطح البحر ناقص 20 متر. السؤال السابع: سحب 50,000 دينار. لأنه السحب إذا -50,000 دينار. السؤال الرابع: درجة الحرارة 12 فوق الصفر. لأنه فوق إذا موجب و12 درجة. السؤال السادس: بمستوى سطح البحر. مستوى سطح البحر إذا 0. نكتب 0 أو نكتب 0. السؤال الثامن: توفير مبلغ. لأنه كلمة توفير إذا العدد موجب 40,000 دينار أو 40,000 دينار. السؤال التاسع: خزان ماء يحتوي على 1500 لتر من الماء. تسربت كمية من الماء مقدارها 350 لتر. أعبر عن كمية الماء الأصلية بالخزان والكمية المتسربة بالأعداد الصحيحة. كمية الماء الأصلية لأنه كمية الماء الموجودة كانت إذا موجب 1500 لتر. كمية الماء المتسربة بالسالب ناقص أو سالب 350 لترا. أتحدث ما الاختلاف بين عدد موجب 13 وسالب 13؟ إذا عندي مستقيم الأعداد هذا الصفر بالنص، هذا موجب 13 مثلا هنا وسالب 13 في الجهة الثانية. الفرق بينهم كبير. الفرق بينهم عدد الخطوات 26 خطوة. تمثيل الأعداد على مستقيم الأعداد نفس الشيء. مثلا أرقم 2 2، هذا 2 موجب 2 موجب 4 موجب 6 موجب 8 موجب 10. بعدين عندي سالب 2 سالب 4 سالب 6 سالب 8 سالب 10. أول رقم أو أول عدد 8 بالموجب موجب 8، إذن هو موجود هنا، هذا موجب 8. ثاني رقم 4، هذا موجب 4. بعدين عندي الصفر هنا بالنص، هذا الصفر. عندي ناقص 3 أو سالب 3. سالب 3 يقع بين سالب 2 وسالب 4، يعني هنا سالب 3. لأن ما عندي مجال أكتب هنا، أكتب فوق سالب 3، هذا مكانه. سؤال 11 نفس الشيء، أرقم، ممكن ترقيم مثلا 1 هنا 2
3 4 5 6 7. ما أكتب الأعداد، بس أكتب مثلا هنا 2، هنا 4، هنا 6، وهنا أكتب 7. بعدين لازم يكون نفس الترقيم، هذا -1، -2، -3، -4، -5، -6، -7 مثلا، حتى ما أكتبهم كلهم. إذن أول شي عندي 3 موجب 3 موجب 3 وين؟ هذا موجب 3. أول عدد. -1 -1 مكانه هذا -1. 7 موجب 7 مكانه هذا. 5 مكانه هذا. ما -5. سؤال 12 نفس الشيء، رقم 1 2 3 4 5 6 7. -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7. -6 مكانه وين؟ هذا -6. 5 هذا 5. 2 هنا 2، لأن هذا 1 هذا 2. بعدين عندي -3 وهذا -3. إذن الترقيم حسب أني شلون ما أريد. أكتب أعدادا صحيحة لكل مما يأتي. السحب، كيف أقرأ هذا العدد؟ أخذ كل 3 أرقام أخليه بدائرة، الدائرة الصفراء من أقرأ أخلي كلمة ألف بعدها. 500,000 دينار، لأنه السحب إذن -500,000 دينار. 500 و1000 دينار من المصرف. 15 منجم 200 متر تحت مستوى، لأنه تحت إذن -200. -200 متر. سؤال 17 غوص 60 مترا تحت مستوى، لأنه تحت إذن 60 -60 متر. سؤال 14 إيداع، كيف أقرأ؟ إذن أخلي هاي 3 أرقام في دائرة ورقمين باقين في دائرة. 60,000 دينار، إذن موجب 60,000 دينار. سؤال 16 صعود 9 طوابق، لأنه الصعود إذن موجب 9. ارتفاع، لأنه ارتفاع إذن موجب 10 كيلومترات. 10 كيلومترات ارتفاع طائرة. سؤال 19 صبت ركائز الجسر الحديدي في بغداد على عمق 12 مترا تحت قاع النهر، لأنه تحت قاع النهر إذن ناقص أو -12 متر. سؤال 20 أكتب الأعداد الصحيحة المحصورة بين العددين. -35
و51، والتي مجموع رقمي الآحاد والعشرات يساوي 7. بما أنه الآحاد والعشرات لازم يكون 7 من نجمعهم، إذا ممكن يكون الآحاد 6 والعشرات 1، فيصير 7. إذا 16 وسالب 16 همينا ممكن. أو يكون بالعكس، الآحاد 1 والعشرات 6، هم يصير 7، بس لأنه 61 أكبر من 51، إذا ما ممكن. أو يكون الآحاد مثلا 5 والعشرات 2، هم يصير 7، وناخذ السالب 25. إذا صار عندنا 4 أرقام أو 4 أعداد. أو يكون الآحاد 2 والعشرات 5، بس يكون أكبر من 51، إذا ما ممكن. أو يكون مثلا الآحاد 3 والعشرات 4، هم يصير 7، وبعدين ناخذ السالب 43، ما ممكن لأن يكون أصغر من سالب 35، إذا ما ممكن هذا السالب. يكون الآحاد 4 والعشرات 3، وبعدين السالب 6. 7 أعداد عندي، إذا أكتبهم: 16 سالب 16، 25 سالب 25، عندي 43، وعندي 34 وسالب 34. هاي الأعداد. سؤال 21: اكتب الأعداد الصحيحة المحصورة بين 40 وسالب 40 ورقم أحد كل منها يساوي 6. 36، بعدين 26، بعدين 16، بعد 16 يجي 6، بعدين ناقص أو سالب 6، سالب 16، سالب 26، سالب 36. اكتشف الخطأ. كتب سليمان عددا صحيحا لكل مما يأتي: غواص على عمق 60 مترا، لأنه على عمق إذن سالب 60 متر. تسلق الجبل إلى ارتفاع 300 متر، إذن موجب 300 لأنه تسلق جبل. أكتشف خطأ سليمان وأصححه، إذن صححناه. عبارة واحدة فقط تمثل كل عدد صحيح. مثلا سالب 5000، يعني غواص على عمق 5000 متر، ولو كلش عمق كبير. أو غواصة على عمق 5000 متر أحسن، وبمستوى سطح البحر 0 متر، أو 0 بمستوى سطح البحر، وتسلق جبل على ارتفاع 200 متر. إلى اللقاء في درس جديد.